وننتقل إلى جبهة أخرى لنستطلع أيضا في الوسط السوري لنذهب إلى حماة الحبيبة. حماة بالفداء ينضم إلينا من هناك أبو هشام الحموي اللي طبعا عبر سكايب ينضم إلينا الآن. أبو هشام الحموي الناطق باسم شبكة فداء نيوز عن حماة وريبها. ويعني بداية حياك الله أخي أبو هشام الحموي. نعم، تحية طيبة لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين. بارك الله بك. لو طبعنا في المشهد الميداني والتطورات، ماذا لديكم أيضا عن الوضع الإنساني في حماة وريبها؟ تفضل. نعم. بالنسبة للوضع الميداني، ما زال الطيران الحربي يشن غاراته على ريف حماة الشمالي وعلى ريف حماة الجنوبي. اليوم ظهرا شن الطيران الحربي غارات على قرية الأربعين وكفرنبودة، ولا يزال الطيران منذ صباح اليوم يشن غاراته أيضا على ريف حماة الجنوبي، على حرب نفسه وعلى عقرب. في حين ذلك أخي الكريم، في حين وجود الطيران الحربي ما زالت الحالة الإنسانية والمعيشة الصعبة مستمرة للسكان ريف حماة الشمالي والريف الحموي مجملا. نعم أخي الكريم، أنا أريد أتحدث عن الريف الحموي. طبيعة ريف حماة الريف الحموي وامتداده ملاصق لجبهات النظام الكبيرة والتي يصل طولها لأكثر من 100 كيلومتر من سهل الغاب الشمالي إلى ريف حماة الشرقي. هذا الشيء الذي جعل معظم مناطق ريف حماة توضع في خانة اللجوء، فالمنطقة التي لا تعد كخط جبهة لا يكاد يمر يوم عليها إلا وتقصف بشتى أنواع الأسلحة وصواريخ وبراميل الطائرات. أخي الكريم، هنالك حالة مذرية، من حالة إنسانية مذرية للريف الحموي، المعيشة صعبة، وبظل ذلك غياب كبير للمنظمات الإنسانية والإغاثية لا منذ أكثر من 5 أشهر حتى في سهل الغاب، بظل وضع نقول هادئ نسبيا حاليا، لا يوجد أي منظمة. أيضا في ريف حماة الشرقي، وبظل ذلك تلاعب بالأسعار من قبل التجار في داخل مدينة حماة وفي الريف الحموي. نعم أخي الكريم، ذلك حالة صعبة جدا. وبالريف الحموي أيضا نسبة نزوح في ريف حماة الشمالي كبيرة جدا، في متواجدين في مخيمات اللجوء في ريف إدلب. أيضا المنظمات غائبة كليا عنهم. نعم أخي الكريم، نوجه نداء استغاثة لهؤلاء النازحين عبر قناتك الكريمة أن يتوجه المنظمات الإغاثية لأماكن اللجوء في ريف إدلب الشمالي، وأيضا إلى مناطق ريف حماة الشمالي والغربي والشرقي. غياب كبير جدا للمنظمات. نعم أخي الكريم، هذا ما أريد إيصاله لجميع المنظمات، وأريد العالم أن يسمعه. نعم، نضم صوتنا إلى صوتك أخي أبو هشام الحموي، ونقول كما قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نسأل الله عز وجل الفرج لأهلنا في سوريا الحبيبة. أبو هشام الحموي الناطق باسم شبكة فداء نيوز عن حماة وريبها، لك جزيل الشكر.